تخيل معي إن حياتك كلها زي لعبة ملاهي، طلعات ونزلات، أفراح وأحزان، انكسارات وانتصارات. هذه باختصار كانت حياة كريستيانو رونالدو، اللي بدأ من لا شيء وصار أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم. كريستيانو انولد في 5 فبراير 1985 في جزيرة ماديرا بالبرتغال. كان عايش مع أهله في شقة مكونة من غرفة واحدة بس. أبوه خوسيه دينيس كان يشتغل عامل بسيط في نادي محلي، وأمه دولوريس كانت تطبخ وتنظف عشان توفر الأكل. أحياناً ما كان عندهم حتى أكل يكفيهم. بس رغم الظروف الصعبة، كريستيانو كان دايم يمسك الكورة بيده، يطلع للشارع ويتمرن لحاله. من كتر ما هو مهووس بالكورة، قرر يترك المدرسة بدري عشان يتفرغ للتدريب. ومع الوقت سمع عنه كشاف من نادي سبورتينغ لشبونة، قرر يعطيه فرصة تجربة أداء. يوم التجربة قالوا للعيال اللي يسجل أكتر هو اللي راح ينضم للأكاديمية. كريستيانو سجل هدف، بس واحد من زملائه اسمه ألبرت سجل هدفين. لكن في آخر لحظة ألبرت تجاوز الحارس، وبدل ما يسجل عطى الكورة لكريستيانو وخلاه يسجل. ومن هنا بدأت الرحلة. دخل الأكاديمية وأبدع فيها، وسرعان ما تألق مع الفريق الأول. وفي مباراة ودية ضد مانشستر يونايتد طير دفاعهم، وخلى السير أليكس فيرغسون يطلبه بنفسه. وبصفقة بقيمة 19 مليون دولار انتقل كريستيانو لإنجلترا، وصار لاعب مانشستر يونايتد. في البداية عانى كتير. بعض زملائه كانوا يستهزئون فيه ويقولون إنه بس يحب يستعرض، لكنه ما استسلم. تعب وتدرب ليل نهار، وسنة ورا سنة صار نجم الفريق. بس يوم من الأيام جاه اتصال قلب حياته. أبوه دخل المستشفى بسبب فشل بالكبد. كريستيانو طلب يروح له، ووعده إنه راح يسويه فخور فيه. بس القدر ما عطاه فرصة، وتوفي أبوه. الحزن هذا حفز كريستيانو أكثر، وخلاه يعد أمه وأخوانه إنه راح يصير الأفضل. وبالفعل سنة 2008 فاز بأول كرة ذهبية وصار أفضل لاعب بالعالم. بعد البطولات مع يونايتد قرر ياخد خطوة أكبر، وانتقل لريال مدريد بأغلى صفقة في ذاك الوقت. في مدريد تحول لوحش تهديفي، فاز بكل شيء من دوري أبطال إلى كؤوس محلية، وحتى كسر الرقم القياسي لأكثر لاعب يسجل في موسم واحد بالأبطال ب16 هدفاً، وصار ينافس ميسي على كل الجوائز. بس دولياً الأمور ما كانت سهلة. خسر نهائي اليورو 2004 قدام اليونان، وطلع من كأس العالم 2010 بدري. لكن في يورو 2016 رغم إنه انصاب بالنهائي، وقف على الخط يصرخ ويشجع. وفعلاً البرتغال فازوا بأول بطولة كبرى في تاريخهم. بعدها استمر يحطم الأرقام، أخذ 5 كرات ذهبية وسجل أكثر من 450 هدفاً لريال مدريد. وفي 2018 راح ليوفنتوس، لكنه ما قدر يحقق دوري الأبطال معهم. رجع بعدها لمانشستر وسجل أول مباراة هدفين، بس العلاقة مع المدرب الجديد كانت متوترة. زادت المشاكل، وخسر أحد توأمه بعد ولادته، وقال إنها أسوأ لحظة بحياته. وفي 2022 طلع بمقابلة نارية وهاجم النادي وانفصل عنهم. الناس قالوا خلاص انتهى رونالدو، لكنه رد على الكل وانتقل للنصر السعودي في صفقة ب200 مليون دولار سنوياً، وصار رمز عالمي في الرياض. ومن أقوى اللحظات في مسيرته كانت في يونيو 2025 لما قاد منتخب البرتغال للفوز بكأس اليورو ضد إسبانيا. وهو بعمر 40 رفع الكأس من جديد، وأثبت إنه الأسطورة ما تنتهي. من شقة صغيرة بماديرا إلى أعلى قمة في الكورة، إلى إنه يقدر يشتري جزيرة كاملة. كريستيانو رونالدو مثال حي إنك مهما كانت ظروفك تقدر تحقق أحلامك. إذا عجبتك القصة لا تنسى اللايك والاشتراك، وخلك قريب للقصة الجاية.